إخوة الإسلام، ما زال الغزو الشيعي يتفشى في هذه البلاد بغزو فكري دسيس دخيل. ومن قبل وقبل سنوات كان الحديث من على هذا المنبر في التفاح المستورد من إيران، والذي تجعل قصاصات من المصحف الشريف من كلام ربنا سبحانه وتعالى وسط هذا التفاح. إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحد المعاملة مع كتاب الله. خبائثهم كثيرة، ولكن أستعرض لكم مما عرفناه نحن في هذه البلاد مما جاءنا منه. فكان أول ذلك تمزيق المصاحف وجعل المصحف في شرائح ورقية، كلام الله، آيات الله. سبحان الله، تأتينا الفاكهة من كل مكان، من دول مسلمة ومن دول كافرة. ما وجدنا هذه الإهانة لكتاب الله تعالى إلا في التفاح الذي جاء من إيران. والأمر لم يثير ضجة كبرى وانتهت القضية، وليتها لم تنتهي. ثم كان بعد ذلك معرض الكتاب في معرض الخرطوم الدولي، وكانت الكتب التي تسيء للإسلام ولكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعرضت معكم من على هذا المنبر كتاب من هذه الكتب فيه السب والشتم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يباع، كان في وقتها ب5 جنيهات. وجزى الله خيرا السلطات القائمة، قامت بإغلاق المعرض. وجاء العام الذي يليه وجاء من ضمن هذه الكتب كتب كثيرة للرافضة، ومن ضمنها كتاب اسمه أم المؤمنين تأكل أبناءها، كلام عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يباع ب5 جنيهات. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يباع ب5 جنيهات. وفي فهارسه أسماء الذين زنوا بعائشة يباع ب5 جنيهات. ومرت الأيام ودخل المصحف المحرف من إيران، وجاءت النشرات على الصحف تحذير من مراقبة المصحف الشريف في مجمع أفريقيا لطباعة المصحف الشريف، جزاهم الله خيرا، وحظروا التعامل مع هذا المصحف المحرف الذي دخل بآلاف النسخ وما وجد طريقه ولا وجد ضالته إلا إلى هذه البلاد. وتتوالى هذه المسلسلات. وفي أيامنا هذه لعب أطفال، مسدسات يلعب بها الأطفال، والنغمة التي في هذا المسدس اضرب السيدة عائشة يباع ب9 جنيهات، مفروش على الطرقات ب5 جنيهات، وفي البقالات والأماكن الراقية ب9 جنيهات وب7 جنيهات، وبندقية طويلة ب20 جنيها. أحضرت لكم نموذجا منها، وكلنا أمل في الإخوة القائمين على المكافحة وعلى مراقبة السلع وعلى الصادر والوارد أن يمنعوا مثل هذه الأشياء. ربما لا يتضح الصوت على الميكروفون. لماذا هذا الاستهداف؟ اضرب السيدة عائشة لأطفالنا، اضرب السيدة عائشة، مسدسات، هذا ب5 جنيهات وهذا ب7 جنيهات، وبندقية كبيرة ب20 جنيها، والنغمة اضرب السيدة عائشة، اضرب السيدة عائشة. حتى متى؟ مقدساتنا، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض النبي عليه الصلاة والسلام. هل علمتم أن الله برأ امرأة كما برأ عائشة رضي الله تعالى عنها؟
منذ أن خلق الله نساء العالمين من أمنا حواء. هل أفرد القرآن ذكرا وأفاض في الذكر البراءة كبراءة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها المبرأة الطاهرة؟ وأرشد الإخوة الكرام إلى قناة فضائية تسمى قناة وصال، جزى الله خيرا القائمين على أمرها، قناة مخصصة في فضح أولئك الرافضة، في بيان سبهم من المعاصرين اليوم، دعك من أسلافهم الذين خلوا إلى النار، من المعاصرين اليوم في هذه الأيام. قناة وصال، كثير من الناس خدعوا في هؤلاء، ولكن هذا فقط مما وصل إلينا في بلادنا، ما بحثنا عنه ولا خرجنا خارج بلادنا ولا نقبنا في الكتب، وإنما يفرش على الأسواق، يلعب به الصبية الأطفال، يعلمون اضرب السيدة عائشة، السيدة عائشة، السيدة عائشة، السيدة عائشة، يربى الطفل على نغمة اضرب السيدة عائشة.